متحمس للتجربه دي جدا. عندي كم فتي مش قادر ما اقولوش، والله مش قادر. اهي تاكسي لايف. النهارده هنعيش حياه سواق تاكسي. اهو بص الراجل، بص ده هيبقى ده. تاكس يا استاذ، تاكس يا نسا. السؤال اللي فكرت فيه، هل يا ترى عبد العاطي نجح عشان بيشتم ولا عشان الفيديوهات بتاعت العربيات اللي كانت بتتعمل على تيك توك؟ هجاوب على السؤال ده، انا هفكر معاكم اشوف اجاباتكم واجاوب على السؤال ده معاكم. بس ايه بقى، وانا سايق وبشتغل سواق تاكسي ان شاء الله لاول مره كده. بس تعالى ايه نسميه، ينفع بالعربي حازم سايق. كلهم دواسين. ده شبهي. ايه ده لا اهو هو ده. نسميها ايه؟ ده الكلاكس وده التكييف وانا عارفه. راديو وده الفتيس. الهاند بريك اهو، ماشيين بالهاند. يا ساتر يا رب يا ساتر. اوعى في ايه، اوعى في ايه، ما تخافش. لا ما تخافش، انا متمكن. ايوه اهو يا سيدي. ها دي كمان اهي يا عم. سهله دي لعبتي وانا مغمض اهو. Let's practice perpendicular. You cross the line. ماشي. Try again. لا مؤاخذة عندي مشاكل في perpendicular reverse parking. Oh no. You cross the line. Try again. Let's practice perpendicular reverse parking. اكسر عجلك كله اهو الاول وخش. Try again. محتاج دركسيون، انا مش متعود على، انا محتاج دركسيون اهي. اكسر عجلك كله يا باشا. Park in the marked space to start the next stage. اهي اصل اهي عيب يعني. ننزل الهاند، ندور العربية ونتكل على الله. تعالى لي بقى كده اهو يا ريس. لما يركب زبون ان شاء الله نبقى نخش جوه العربية. بس طول ما احنا كده ادي اشاره معلش. العربيات الصيني ورق. بقى في حد ورا اهو. تعالى نرجع له. ايه نسرقها، الظابط مش واقف. احنا ممكن ايه، ولا ده قدام ولا ايه؟ لا ورا. ايوه حاسب العربيه اللي جايه دي. خش هتجيبك. قبل ده ما يجي بقى نخطفها من قدامه كده. صباح الفل يا استاذ. على فين ان شاء الله؟ ايوه معاك حق، موجود في الخريطه عندي على الGPS اهو. منوراني. اسمها عبد العاطي انت تشوف فيديوهاته. شمال يمين، هندخل يمين اهو. شد ايه بقى رايك، بيشتم ولا ما بيشتم؟ لا انا بدايه غير موفقه اطلاقا، والعربيه مرمطت مني. كاب يا استاذ كاب. هي انتوا شله بقى، بسم الله ما شاء الله. لا ده انا اخش اقعد معاكم جوه بقى. انتوا بتسمعوا بقى عبعاطي ولا ما بتسمعوش عبعاطي؟ فعبعاطي نجح بسبب الاتنين اللي عملوا فيديوهات ساعدوه ينجح. بس هو بقاله كتير قوي بادئ. الراجل ده بادئ من زمان يا استاذ. فاهمني يا بيه؟ واخد لي بالك انت بتسمع عبد العاطي انت. فهو بادئ بقاله حبه حلوين جدا. وخش اتفرج بقى على فيديوهاته اللي بيتكلم فيها، هتلاقيه بيقول بقى الكلام ده. هو بادئ من زمان وطول عمره بيشتم وبيتكلم براحته. فهي حاجه حلوه انه لسه بيعمل كده، لان ده معناه ان الراجل ده حقيقي. الراجل ده بيتكلم بجد، بيتكلم من قلبه. فهو بيعمل حاجه بيحبها. انت بقى مع الشتيمه ضد الشتيمه دي بتاعتك انت. ما تشغلش الفيديو بتاعي. واخده بالك يا استاذه انت ما بتسمعيهوش، انت مش عايزه تشغلي الفيديو، انت اخترتي ده. لكن بيختار مثلا يسمع الشتيمه براحته، هو حلو، هو حر. بس وكمان هي مش شتيمه، واخد لي بالك؟ لا ما هو بيعمل ايه، بيعمل ما بيشتمش يجي يقول يا اولادي، فاهم؟ بيعمل كده بقى، بيعمل الحركه دي. فانت حتى ما بتسمعش الشتيمه بس انت عارفها. انت لو انت عارفها يبقى العيب على مين بقى؟ واخد لي بقى؟ العيب عليك ولا عليه؟ العيب عليك انت. ما انت عارف الشتيمه، هو قالها بس هو ما سمعهالكش، انت كملتها في دماغك. يبقى مين بقى اللي قالها كده؟ يبقى انت اللي قلتها. يبقى انت يا باشا اللي عارف ان دي شتيمه. واخد لي بالك؟ معلش عشان العفشه بس. عارف ان دي شتيمه وانت راضي بقى. فيا باشا طالما انت اللي قلت الشتيمه في دماغك يبقى انت اللي قلتها مش عبد العاطي. واخد لي بالك؟ هو بيعمل كواك وكده. فطبعا جزء كبير من الناس حاسس، وانا منهم، انا اولهم. زي كنت لسه بقول للانسه اللي راكبه ان انا بحس انه صاحبي بوبوس.
اللي بيقعد معاه يا ساتر سرحنا، بس الحمد لله. ما تقلقش، ما تخافش، انا مش عايزك تخاف. انت لابس الحزام، البس الحزام. هو بيفكرني ببوب الصاحب اللي طول الوقت ايه بيتكلم براحته وبيشتم وبيقول كلام بنحس انه ما ينفعش يقوله وبتاع، ولكن الراجل بيتكلم براحته وبيتكلم بحق كل امانه. مش هنضحك على بعض، لا مؤاخذه، مش هنضحك على بعض. الراجل ده بيفهم وبيكتب حلو وبيلاحظ حاجات وتفاصيل خطيره. فانت بقى تيجي تقول لا اصل هو نجح عشان الشتيمه، يا عم ما تسمعش الشتيمه. تقول لي لا طب هو نجح بقى بسبب فيديوهات العربيات اللي كانت بتتعمل دي، زي العربيه اللي احنا راكبينها. بص اللي قدامنا دي، بسم الله ما شاء الله، دي مرسيدس، دي مرسيدس دي ربنا يرزقنا. المهم يعني فيديوهات العربيات دي ايوه نجحته يا باشا، ساعدته ينتشر، بحيث انها كانت الناس كلها بتتفرج عليها، تخش تشوف حته تتعلق بيه، تروح داخله مكمله الفيديو كله، او يشوفوا كتير من الفيديوهات القصيره دي ويقعدوا بقى كل ما يطلع لهم يقعدوا يتفرجوا عليه فيتعرف. فبسم الله ما شاء الله جت في فتره كده هي ضربت معاه بقى، الله اكبر، ده رزق والحمد لله يعني. ولكن ايوه جزء كبير منها انك تقعد تنزل. سلو داون طبعا. في ايه؟ عايز اتكلم بالراحه ولا اسوق بالراحه؟ المدام خلقها ضيق قوي. بس يا سيدي، فهل هو نجح فيديو؟ هل هو نجح شتايم؟ الاتنين. ده جزء لا يتجزأ من ده، واخد لي بالك؟ الاتنين بيكملوا بعض. الراجل بيتكلم بأريحية وبراحته تماما. هو صوتي طيب ولا احنا هنعمل ايه؟ يا عم افتح لنا سكة يا عم، يا عم افتح لنا سكة يا عم، يا عم يا عم. المهم لا والله يا انسه في ايه؟ قاضي على 30 يا باشا. انا حاسس ان انا طولت عليكم، فانا عايز اوصلك بسرعه. انت متعصبه ليه؟ ادينا اهو ماشيين اهو. مفيش حد. خش يا باشا. انتوا تعبتوني على فكره وصدعتوني، ويعني حاجه اتمنى ما اشوفكوش تاني. Thanks for the ride, I guess. العفو يا ستي. اوبا، ده انا جالي اوردر دلوقتي في السريع بقى منه. اسحب الهاند يا باشا. هو ده اللين بتاع العجل صح اللي انا فيه ده؟ يلا حصل خير. يا نهار اسود، حكومة. خش هنا كده وراهم الحمد لله. هنزعل، كنا هنزعل، اصل فيها مخالفة، دي فيها مخالفة. السلام عليكم يا باشا، عامل ايه؟ في حاجة هنا المفروض تتجاب. ايه بقى هي؟ Remove this awful bug from the window. طب اشيلها ازاي يا باشا؟ استنى، مش في المساحات؟ لا ده النور اهو. اهي يا باشا، حصل خير، شكرا تسلم. كنتش واخد بالي منها والله، كنت فاكرها خرمه اصلا. ايه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بتخاف من السرعه يا باشا ولا انت قلبك قاعد زينا؟ شفت دي؟ شفت دي يا ريس؟ شفت دي؟ ولا ماجايفر يعرف يعملها، خد بالك، لانه بيفهم عني. لكن انا ما بفهمش، فتلاقي قلبي جايبني بقى نعمل حاجات كده مطرقعه، واخد لي بالك؟ بنخش انهي داخله، دي ولا دي؟ دي المعادي، احنا في المعادي، انا عارف المعادي والله. هو ده عكسي يا ريس؟ انت ماشيني في شارع عكسي ولا احنا ايه؟ لا ده رايح جاي اهو ماشي. خلي بالك المعادي، ما اوعى اوعى جدع، اوعى جدع انت. شوف اتزنقنا بقى. ايوه واضح انه مش يومي. باشا تسمع بعاطي؟ انت خالد مختار؟ ايه الحوار ده؟ يا نهار ابيض، ده ناخد سيلفي، ده احنا ننزل وناخد سيلفي دلوقتي. عربيه ورا؟ مفيش عربيه ورانا يا عم، ناخد سيلفي في المرايه. طيب وحياة امك يا اخي. طب اشغل لك التكييف؟ لا انت شغل لك التكييف، تعالى خد يا ريس، خد لك شويه تكييف كده. يا نهار ابيض، والله بحبك وبحب تصاميمك. ايه رايك بقى؟ الازياء مولعه الدنيا.
لا انت فرحتني، ده كنت لسه اسالك بتسمع عبد العاطي ولا لا او بتاع. ايه رايك انت تفتكر ابو عاطي سر نجاحه ايه؟ الشتيمه ولا الفيديوهات العربيات اللي بتتعمل؟ لان انا قلت الكلام ده كذا مره ولكذا زبون. بعد اذنك معلش معانا استاذ خالد اوعى المرسيدس. انا قلت الكلام ده ايه لكذا زبون، بس هما ما بياخدوش ويدوا معايا زيك كده. واخلي بالك انت بسم الله ما شاء الله انت حكايه. انت حكايتك حكايه. انت لسه انت ايه؟ موال. انت موال. انت ايه انت حكايه. يعني انت طب بتشوف مين من الفنانين؟ انت تشوف مين من الفنانين؟ مين تعرفه؟ اقول لك حاجه بقى، انا ركب معايا فنانين ياما. والله ركب معايا ياما. ركب معايا استاذ عادل امام. تخيل استاذ عادل امام ركب معايا. وصلته فين بقى؟ وصلته الفور سيزون. افتكرته جاي زياره، الفضول كلني كده، قلت اساله حضرتك جاي زياره يا استاذ؟ قال لي لا انا ساكن هنا. وقام عامل لي كده قال لي لا كده، لا انا ساكن هنا. واخد بالك احنا بنزين ايه؟ احنا محتاجين بنزين. انا بقى معلش يا استاذ خالد، انا لو شفت بنزين هخش افول فيها معلش، لان انت واخد بالك البنزين في القليل منه خالص والعربيه بطلت اصلا. لحظه معلش يا استاذ خالد انا اسف، بس انا معايا ازازه فيها بنزين. فالمهم قلت له يا استاذ عادل معقوله واخد اوضه هنا؟ قال لي اوضه ايه؟ وراح ضاحك الضحكه بتاعته دي. انت عارف بقى استاذ عادل عنده ضحكه كده بالجاكيته الجينز. ايه يا استاذ خالد في ايه؟ معقوله معقوله يا عم خالد؟ معقوله يا عم خالد؟ انا مخايش جدا. انا هاخد مشوار كمان، انا اروح اصلح العربيه واخد لي مشوار كمان. ولو خيشت فيه هقفل بقى. يعني انا ايه تبقى مش شغلانتي وارجع سوام. انا اوريدي مخايش هنا. لا اله الا الله. شبه ممثل على فكره. طب بتسمع بعاطي يا بيه؟ شغل لك حاجه؟ شغل لك التكييف؟ واضح انك مش عايز حاجه. بيقول لك بقى يا بيه ايه الفيديوهات الصغيره بتاعت ابو عاطي دي اللي اتعملت له ساعدته جدا جدا يلاقي نجاح. انت عارف ابو عاطي ها؟ المهم يعني الفيديوهات دي ساعدته ينجح وساعدته يوصل لناس كتير واديته فرصه يعني مع ناس كتير كانت ايه ما بتكسل تخش تتفرج على الفيديو كله او ما تعرفوش عادي. ده بيحصل لكل الناس. الفيديوهات القصيره هي المهمه، مش هي المهمه. يعني مش قصدي هي اللي نجحته، بالعكس انا قلت كذا مره ان هو طريقته وشخصيته كاريزما يعني عنده ربنا رزقه كده بحاجات كتير، فالحمد لله ربنا كرمه يعني. لكن واساسا الاجتهاد خد بالك، والراجل بيعمل حاجه هو بيحبها، وطالما انت بتعمل حاجه انت بتحبها فانت كده على الطريق الصح. يعني انا بالنسبه لي السواقه، انا بحب السواقه. انا ما بسوقش على فكره عشان انا معايا يعني عشان انا محتاج، لا 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 لا، انا بسوق عشان انا محتاج اسوق، مش عشان انا محتاج فلوس. واخد لي بالك محتاج اسوق، يعني انا بحب السواقه. انا وانا صغير ابويا كان يقعدني على حجره هنا كده ويقول لي امسك الدريكسيون يا حازم، فاهم قصدي؟ فانا بحب السواقه. انا اصلا خريج اعلام، انا معايا شهاده بيه، انا معايا دي مش شغلانه يعني، انا بعمل ده عشان انا بحبه. لكن في العادي انا عادي جدا لو عايز اشتغل بكره الصبح في مبنى الاذاعه والتلفزيون هشتغل في مبنى الاذاعه والتلفزيون، فاهم قصدي؟ فهي بقى هو مزاج في الاخر. انت مزاجك ايه؟ بيحدفك على ايه؟ بتحب ايه فبتعمله بحب، فبيبان للناس انك حبه فبيتبسطوا. هو ده اللي هو بيعمله. نورتني والله الشويه دول. انت كمان اخويا حبيبي يا حاج. تدينا كام نجم؟ 4 نجوم تسلم ايدك. لو حد محتاج توصيله يبعت لي على الخاص، انا هنزل اوصله، لان انا زي ما قلت بحب السواقه لاجل السواقه مش لاجل الفلوس. اخواتي حبايبي، لو حد محتاج حاجه يكلمني. استنوا الحلقه الجايه، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. هجرج واتكل على الله.